أنا ريم الأنصاري ودي بودكاست في عالم موازي. النهاردة معايا ضيفة مميزة جدا. هي فنانة بطريقة مختلفة، بترسم رقمي، وهي سفيرة لميتا، وبتعمل وركشوبس بتساعد الناس إن هي تخرج بقى المواهب والفن اللي جواهم. نوران، هاي. هاي. ازيك؟ الحمد لله تمام. ازي كريم؟ الحمد لله. قولي قبل ما نبدأ كده، عايزة أعرف أنتي النهاردة ممتنة لإيه في الحياة؟ انا حاجات كتير. كويس. الحلقة تخلص عليها. لا، الحمد لله ممتنة لبيتي ولأسرتي ولبنتي، والحمد لله للصحة ولشغلي وللي أنا بعمله، إنه الحمد لله اللي أنا بعمله حاجة بحبها وقدرت أعمل منها مجال شغل. وممتنة إن أنا قاعدة معاكي النهاردة. بس يعني ده المجمل. طيب، وإيه الحاجة اللي أنت عايزة تغيريها في اللحظة الحالية؟ يعني أنت ممتنة لحاجات كتير في اللحظة الحالية. إيه الحاجة اللي أنت لا نفسي بس دي تتغير؟ السلف داوت، هزة الثقة اللي فيا دي من الحاجات اللي دايما بتخليني أتأخر في اتخاذ قرارات كتير. فممكن اوكي. مثلا لو دي حاجة أنا أغيرها فيا، بس اللي في اللي حواليا ما أقدرش أغير حاجة. هي حاجات ثابتة أنا لازم أتعامل معاها. اوكي. بس السلف داوت انا بحسه ساعات كتير قوي بيزق البني ادم لقدام، يعني في ناس كتير بتبقى واثقه من نفسها اكتر من لازم، فبتقع. مم. وبس السلف اللي عنده يعني قدر ما من السلف داوت بيقدر ان هو يصحح مساره، وبيقدر ان هو يفكر انا عامل كده صح ولا غلط. عارفه، في ليفل صحي للسلف داوت. فاهمة قصدك. هو طبعا حاجة زي كده مهمة إن هي تكون موجودة في شخصية أي حد، لأن هي بتنزله الأرض. يعني بالظبط. يعني لو الواحد واثق من نفسه بزيادة، ما دي مش حاجة حلوة. ممكن يبقى متهور، ممكن يأذي نفسه وهو مش واخد باله. ففكرة إن الواحد يبقى دايما عنده الهزة دي حاجة لازم، يعني ما احنا مش آلهة، يعني ما فيش حد كامل، فهي لازم تكون موجودة. لكن لما بيبقى فيه تفكير بزيادة overthinking، ولما بيبقى فيه تردد بزيادة، ده برضو ممكن يكون من الحاجات اللي بتسبب يعني مثلا القرار اللي أخده السنة دي كان ممكن أخده من 3 سنين. عطله. يعني بيسبب عطلة، وبيسبب ممكن واحد يبقى شاكك في نفسه ان هو يكمل في مجال معين، ما يدخلوش اصلا بسبب انه ايه، مش واثق من نفسه. دي بقى بتفرق مع حسب الناس اللي حواليه وبتشجعه برضه. مم. فلما بيكون واحد عنده شك في نفسه، ثقة قليلة، بس معاه حواليه ناس ممكن تشجعه، ده بتبقى حاجة يعني بيوازن الموضوع شوية. لكن لو واثق من نفسه بزيادة قوي، أو لو هو شكاك في نفسه بزيادة قوي، مفيش حد حواليه يعدله يعدله كده. شويه. دي اللي بتبقى البيئة مشكلة. المحيطة، أنا دايما بقول البيئة المحيطة مهمة جدا، وإن البني آدم يبقى عنده نظام دعم، اللي هو ناس حواليكي بتدعمك. انت عارفة إنه سواء بقى يعني كده أو كده، يعني مش لازم تدعمك يعني مظبوط. تقولك انت صح وبرافو يعني أنا مامتي مثلا في الأول لما كنت ببدأ أكتب كانت بتقولي ساعات لا مش عاجبني كذا، لا مش، وكانت بتقلبني يعني بتضايق، فاهمة؟ بس بقول كويس كويس إن الواحد عنده حد مراية أمم. بيشوف فيها نفسه الحقيقية يعني. مظبوط. هو يعني البيئة المحيطة والنظام الدعم ده أو support system اللي حواليك، ده برضو بيبقى يعني مع التجربة ومع السنين ومع الخبرة، الواحد بيبدأ يعرف هو إمتى يكون ده فعلا اللي حواليه ده support system فعلا، ولا بالعكس هو فاكره support system بس بالعكس بيأذيه. يعني التشجيع اللي بزيادة قوي ده ممكن يخلي الواحد يفتكر إن الحياة سهلة وهو فعلا كويس قوي ومش محتاج ويلا، لا، ممكن يكون التشجيع اللي بزيادة ده بيضر. مم. أو العكس، النقد اللي بزيادة قوي ده بيهد وبيقلل العزيمة والشغف. بالظبط. فهو برضه لازم يكون السبورت سيستم اللي حواليك يعني متوازن. معتدل. معتدل. يعني لا هو بيشجعك بزيادة قوي يلا وخش وبتاع وتاخد الريسك من غير ما تفكر ومش اول الكلام ده، ولا في نفس الوقت يحبطك بزيادة قوي اللي هو لا خليك، لا ما تاخدش الريسك، لا برضو الواحد مش ضامن ظروفه بتاع فما تاخدش اي خطوة. مم. فهو لازم يكون فيه من ده ومن ده شوية. فمع الواحد لما بيكبر وبيمر بتجارب مختلفة، بيبدأ يعرف هل اللي حواليه فعلا دول سبورت سيستم، ولا لا انا مش المفروض ان انا اسمع للناس دول، يعني او مش في المجال ده، مش في مم. الموضوع ده هاخد رأيك.
ممكن اخد رأيك في حاجة تانية، لكن في الحاجات اللي انا مثلا عايزة اعملها لقيت انه الشخص اللي قدامي ده مش مناسب ان انا اخد منه نصيحة او دعم، لان انا عارفة ان هي هتقلب عليا بنتيجة سلبية، يبقى بلاش احسن. صح. هي دي حاجة مهمة يعني، وتعلمتها برضو مع الوقت، يعني تعلمت ان انا اخد رأي مين في ايه وما اخدوش في ايه. صح، بالتجربة بتعرفي الحاجات دي. بالظبط. طب قولي لنا يعني ايه ديجيتال بينتينج؟ الديجيتال بينتينج اللي هو الرسم الرقمي، اللي هو رسم عادي بس بدل ما يبقى على ورقة وقلم بألوان تراديشنال اللي هي زي مثلا خشب، مية، شمع، زيت، الكلام ده، بتبقى على التابلت أو شاشات الكمبيوتر. بيبقى رسم عادي، رسم حر، مش جرافيك ديزاين، رسم حر لكن على كمبيوتر بدل ما يبقى على ورقة. في كذا أجهزة وكذا برامج على الكمبيوتر، سوفت ويرز وكده بتوفر التولز إن هي تقدر ترسم رقمي. زي مثلا فوتوشوب. أنا مثلا مركزة أكتر على بروكرييت بس برضه بستعمل بفوتوشوب. ده هو ده الرسم الرقمي، بيبقى يعني بيستخدم في حاجات كتير أوي. رسم مثلا كتب، بيكون في مراحل من المراحل الأولية في إنتاج أفلام أنيميشنز والكلام ده. أي حاجة بتطبع، أي حاجة على ويب سايت بتبقى مرسومة بالإيد ديجيتالي، هو ده الديجيتال بينتينج يعني باختصار. اوكي. مم. وانتي سفيرة متى في المنطقة هنا؟ في 2022 ميتا اختارتني أنا و11 صانع محتوى تانيين من على مستوى الشرق الأوسط. بنمثل ميتا كسفراء لصناع محتوى الغد. هو زي بروجرام أو انيشيتيف أو حملة متى أطلقتها علشان واختارت يعني صناع محتوى من بلاد مختلفة في الشرق الأوسط في مجالات مختلفة، زي مثلا البيوتي والفاشن، الكوميدي، التك، الارت. انا كان الارت. فهي مجالات مختلفة، واختاروا الناس دي لأن المحتوى اللي احنا بنقدمه بيكون مقدم بصورة تليق يعني بالمنصة، وفي نفس الوقت بتبقى inspiring ومختلفة، وبتشجع الناس إنها تجرب تخوض المجال ده. وفي نفس الوقت احنا قدرنا من خلالها ان احنا نعمل كارير، نعمل مصدر دخل لنفسنا عن طريق صناعة المحتوى بالطريقة دي. فيعني انا كنت من الناس اللي مات اختارتهم، دي طبعا حاجة بالنسبة لي يعني it's an طبعا honor. برافو. يعني هما تواصلوا معايا وكانوا شايفين ان انا المحتوى الفني اللي انا بقدمه ده بقدمه بطريقة كرييتيف وبطريقة مختلفة، وفي نفس الوقت عملت منها كارير almost full time كارير، واختاروني كسفيرة صناع محتوى الغد، بالذات في الاريا اللي ليها علاقة بالارت والكرياتيفيتي. اوكي. طيب قولي لي، انت من وانتي صغيره عايزه تبقي يعني ترسمي، او كان عندك الميول الفنيه دي وكنتي بترسمي، ولا اكتشفتيها بعد كده؟ لا، انا من وانا صغيره وانا بحب الرسم واشف وانقل وارسم الكرتون اللي انا بحبه والحاجات دي. وجدي الله يرحمه كان مدرس رسم، وجدي التاني كان يحكوا لي ان هو كان خطه جميل جدا وكان عنده كولكشن وراثه. ريشه وحبر وحاجات زي كده. انا ما حضرتهمش الاتنين يعني، بس كانوا يحكوا لي. وحتى في المدرسه في اللي هو بيسموه ايه، اللي هو الكلاس كونسل، يعني اللي هو رئيسة الفصل وفنانة الفصل ورياضية الفصل وموسيقى ومش عارف ايه. فكان دايما يختاروني يعني، او يعني انا كنت دايما ارشح نفسي في الاريا بتاعت الفن، وكنت دايما ببقى فنانة الفصل. وكنت عايزة أدرس في كلية فنية بس ما حصلش نصيب، جالي غير لائق. يعني أنا يعني كان ساعتها كان على أيامي كان فنون جميلة وفنون تطبيقية، هم دول الكليتين. طب فنون تطبيقية ما جبتش مجموعة وفنون جميلة ما حصلش نصيب يعني ما تقبلتش. فقلت خلاص بقى يعني الرسم ايه هواية على جنب. وكنت ساعتها برضو مهتمية بالكمبيوتر ساينس، كانت من الكليات اللي تعتبر جديدة على أيامنا. وكان بقى التك هيبقى كل حاجة، وأي شركة هتشتغلي فيها هيبقى لازم في حد هيحتاجوه بتاع التك، وتدخلي المنشطات دي اللي هتلاقي بتنزل شغل كده يعني. فدخلت كمبيوتر ساينس وكنت حابة المجال فعلا واشتغلت فيه فترة، لكن دايما الرسم كده ايه مركون في دماغي من ورا. فكنت بيزغزغك. دايما يعني، فكنت اروح الشغل وارجع ارسم، اروح الشغل وتلاقيني في وقت الفراغ كده دودل والكلام ده. بس كنت بترسمي ديجيتال ولا لا، عادي؟ كنت برسم عادي على ورق. ما كنتش اعرف اصلا ايه الديجيتال بينتينج ده يعني. الكلام ده كان مثلا من يعني 2012 2014 الفترة دي.
وكان يعني مجالي كله كان كوربريت، يعني أنا اتخرجت من كمبيوتر ساينس، اشتغلت في مجالي في التك، وبعدين كنت حابة شفت الماركتينج فاشتغلت في الماركتينج، وكلها كانت في شركات تك كوربريت بحت. زميلة يعني. أنا اه كنت كوربريت برضو قوي. يعني اشتغلت شوية في مايكروسوفت أنا وشوية كمان كنت في مايكروسوفت. ما احنا ما تقابلناش بقى. وبعدين نقلت في جوجل فترة. لكن كان دايما عندي حتة ان انا عايزة افوكس في اي حاجة ارت، يعني كان ساعتها ما كانش رسم بس، يعني كنت برضو interested في التصوير. وكانت الفترة دي بقى ايه، كله بيشتري كاميرا وينزل يصور، ويدنج فوتوغرافرز وفاشن ومش عارف ايه لايف ستايل فوتوغرافي، كل الكلام ده كان ترندنج قوي قوي، وانا كنت مش ضدله. فبعد ما قعدت حوالي 8 سنين في الكوربريت كاريرز، قررت انه لا، يعني هاخد الخطوة واجرب فريلانس. كان ساعتها كنت بفريلانس تصوير ورسم، بس ووتر كولر. انا كنت حابة الووتر كولر، واصلا اللي دخلني في التصوير ان انا كنت عايزة اتعلم ازاي اصور رسمي علشان احطه على السوشيال ميديا بطريقة جمالية. حلو. فده اللي خلاني ادخل في التصوير واقرا اكتر عن التصوير والعدسات ومش عارف ايه وكده، واشتغلت فيه فتره، وبعدين رجعت بقى ركزت اكتر على الرسم لما رجعت مصر، وكنت بقى بفريلانس بحت يعني. الديجيتال كنت يعني فكرته كانت بدأت تجيلي في أول 2018 لما لقيته بدأ ينتشر على السوشيال ميديا، وبلاقي ناس أنا عاملة لها فولو بيرسموا على الآيباد وإيه البرنامج ده، وأسأل وكده، وشكل الموضوع يعني انترستنج. ولما سألت فعلا الموضوع شدني، وجبت الايباد وقلت انا هتعلم. وبعدين حملت واخدت فترة اجازة سنة ونص. ولما رجعت بقى في الفترة دي، لما بنتي كان صعب ان انا اقعد على مكتب وارسم بقى بفرشة والوان وكده، وهي بتزحف تشد وتعمل، فكنت بحطها جنبي على الارض كده تلعب، وانا على الكنبة برسم على الايباد. ومن هنا بقى بدأ تركيزي اكتر على الرسم الديجيتال، لانه كان convenient اكتر وانا معايا طفلة يعني. طبعا. امتى سبتي كوربريت وقررتي تعملي الشيفت ده؟ 2016 2017 2017. 2017 اوكي. ده بداية ان انا خلاص، يعني انا سبت كوربريت تماما، وكنت بدأت ان احكي انا لي عن اركز على القرار ده، يعني قعدتي فيه ما, قد ما ايه؟ كانش سهل، لا كانش سهل طبعا، اي لا نو. لا خالص. فقعدتي فيه قد ايه وكنتي عارفة بالظبط انت هتعملي ايه؟ لا مم. لا خالص. لكن جات فرصة عمل، فقلت طب لا لازم هكمل. اخدها مم. واكمل، وهتسافري وهتجربي حاجة، فخلاص قلت لا طبعا مش هفوت الفرصة دي. وبعدين لما يعني قرار ان انا اسيب الكوربريت ده، هو كان كذا حاجة في بعض، يعني كان ظروف شخصية وظروف عائلية كانت خلتني ان انا لا، محتاجة ان انا ارجع مصر وكده. وفي نفس الوقت حسيت ان ايه، طب خلاص دي علامة ان انا ايه، خلاص اسيب بقى العالم ده واخد بريك منه، واشوف انا ممكن فعلا الاقي حاجة ليها علاقة بالكرياتيفيتي والفن لنفسي يعني. لكن كان عندي حالة من الإحساس بالفشل فترة 6 شهور. قعدت 6 شهور مش طايقة ده حد. انتي اللي حاساها ولا اللي حواليكي لا أنا محسسينك حاسة، بكده؟ ان انا فشلت. مم. يعني الواحد لما بيقعد في الكوربريت environment، هي مش environment سهلة، هي competitive جدا، وبيبقى فيه بقى منافسة، ومين هيترقى ومين هيكمل، والبوزيشن دي اتفتحت وهنروح هنقدم فيها ومين هياخدها. it's vicious يعني. فأنا ما حسيت ان انا ايه، ما قدرتش اكمل في البيئة دي، فانا كده ايه ضعيفة، او ان انا اقل، او ان هم worthy اكتر مني. كان عندي افكار كتير في دماغي، يعني ما محسساني انه انا ما عرفتش مم. اوصل، او انا اللي كان في دماغي بقى ان انا هبقى مديرة ومش عارف ايه. لا لا، ما قدرتش ان انا اوصل لده. مم. وبعدين يعني بعد فترة اكتشفت انه هو مش هو ده بس المسار الوحيد للحياة. يعني في ناس بتحب المجالات دي، وفي ناس شاطرة فيها، وفي ناس هو ده هدفها فعلا، وبشجعهم طالما هم لاقيين نفسهم فيه. بس أنا كنت فاكرة إنه ده برضو خطتي لنفسي، بس هي كانتش خطتي لنفسي، هي كانت حاجة مسلمة كده قدامي أول لما اشتغلت، لما اتخرجت، وافتكرت إنه أي حاجة غير كده تبقى نوع من أنواع الفشل، أو مش جامدة بقى كده زي مم.
فقعدت فترة يعني ايه كلنا بيبقى بديتوكس. عندنا التصور ده لما بنتخرج، بيبقى اه عندنا التصور لحاجة معينة لازم نعملها، وهي دي لو ما عملناهاش هتبقى خلاص نهاية العالم. بالظبط والمجتمع والناس اللي حواليكي بيغذوا الفكرة دي شوية. بالظبط ولما بتيجي بقى في النص تقولي لا ده مش انا حابة كده، انا عايزة اعمل كده، بيبقى طبعا عندك انا قعدت شكوك فترة كتير طويلة جدا. يعني. وزي ما انت بتقولي بتقولي طب هل انا فشلت مثلا؟ هل انا خدت الطريق الاسهل، ما قدرتش احارب، ما قدرتش اكمل، استسلمت. استسلمت؟ انا كان عندي الاحساس ده جدا، انا فشلت وانا استسلمت، والمفروض ان انا كنت ايه احاول اكتر. طب والنهارده بقى حاسه بايه؟ لا يمكن ارجع. وانا برضه نفس لا الاحساس يمكن بالظبط. ارجع خالص يعني. بصي لا، اخدت فترة بديتوكس دماغي من التفكير ده اصلا. قعدت فترة، واللي شجعني ان انا اتحسن نفسيا في الموضوع ده لما لقيت انه بدأ يجيلي شغل فريلانس في الحاجة اللي انا بحبها. لقيته ايه ده في امل. وفي نفس الوقت برضو كلام الناس حواليا انتي مجنونة، حد يسيب الشغلانة الفلانية، حد يسيب البلد دي ويرجع، حد مش عارف، كل الكلام ده اتقال لي. وانا برضو ايه ما بحبش اقول انه انا حاسه ان انا فشلت، يعني بقول لهم انا قررت كده، يعني خلاص يعني شجعوني في قراري، ما تحسسونيش ان انا اخدت قرار غلط. فهو برضو قرار لما اتاخد ما اتاخدش مره واحده، يعني انا مش فجاه كده قلت ان انا هسيب لا كل انت حاجه. اخدتي لا وقتك، قعد انت معايا بتقولي بتاع سنتين. قعد معايا حبه كتير يعني عقبال لما اخدت القرار ده. وفي نفس الوقت برضو كان لازم ان انا لما اخده يكون ما كنتش عايزه اخد ريسك، فاينانشال ريسك برضو ما كنتش عايزه اخدها، كارير ريسك عامه، ان انا لما امشي ابقى ماشيه وانا في بوزيشن كويسه، انه لو قررت في يوم من الايام ارجع هيبقى برضو حاجه بوسيبل بالنسبه لي، لان مش عارفه انا رايحه للمجهول، لسه مش عارفه اعمل ايه. انا بقول ده الكالكوليتد ريسك، ده الريسك اللي هو المحسوب. بالظبط. اوكي بتاخدي ريسك برضو، بس برضو مش كده يعني، مش رميتي نفسك في البحر مش يعني. اللي هو بقى ايه زي لا انا صحيت من النوم قررت اسيب شغلي وحاجه بالظبط، طلع عامله. لا يعني فكرتي برضو، حسبتي، حاولتي تقللي اللوسز اللي عندك، حاولتي يعني. انا بقول دايما كده لما حد بيسالني اسيب شغلي، عشان انا طبعا برضو عملت كارير شيفت رهيب، بقول بس مش كده يعني، مش تصحى الصبح تقوم نطط في البحر يعني، لا يعني انا دايما بحب انه انا اصحح المفهوم ده، لانه الناس بتبقى فاكره ان انا صحيت من النوم قررت ان انا هكويت وهرسم. لا خلينا واقعيين، لانه للاسف ساعات الايديا دي بتاعت ان انا قفزت القفزه اللي ما حدش قفزها دي، لا دي بتبقى شويه promoted especially on social media، especially الناس اللي هو follow your heart، اتبع شغفك، ما اعرفش ايه. احنا مع الكلام ده، بس مع الكلام ده بطريقه عمليه، مش بطريقه يعني عمليه ومنطقيه ورياليستيك وكل حاجه، يعني ما مش لو بقول للناس لا انا خلاص صحيت من النوم انا فنانه يا جماعه، محدش كلمني. لا خالص ما جاتش كده يعني، جت بسنين. فدي من الحاجات اللي انا دايما بحب ان انا اركز عليها يا جماعه، بالذات الناس الصغيره اللي لسه بيدرسوا ولسه مش عارفين هم يعملوا ايه، لما بيشوفوا مثلا حد في مجالي او حد في مجالات مختلفه بيزرعوا فكرة إنه الحياة سهلة وإحنا هنجازف وطالما أنت حاببها هتجيلك لا يا جماعة، ما برضو إحنا لازم نفكر، إحنا ناس عايشين في العالم، عندنا مسؤوليات، نسعى ونعمل مجهود كل اللي أنا بعمله ده ما جاش كده في يوم وليلة. المهارة اللي عندي دي بالظبط، يعني المهارة اللي عندي دي أنا ما خدتها، ما صحيتش من النوم برسم كده، ما صحيتش من النوم معايا الايكويبمنتس والريسورسز اللي تخلي معايا مثلا الاجهزه دي والتصوير ده لا يعني الواحد كان بيحسبها. فدي من الحاجات اللي انا دايما بركز عليها لما باجي بشرح ماي جيرني، علشان الناس بس شايفه على السوشيال ميديا الحاجه الحلوه الفلافي الجميله، الله دي قاعده بترسم. السوشيال ميديا على قد ما هي حاجه لطيفه يعني ليها جانب كويس، على قد ما هي يعني الناس كتير قوي بتفهم الموضوع غلط منها، يعني هي misleading جدا. فدي حاجة مهمة ان الواحد يقول انه ركزوا شوية، ان السوشيال ميديا دي يعني زي بالظبط ما بتيجي تتصوري فبتبتسمي، اوكي ما حدش شاف ان انت كنتي مثلا من شوية بتعيطي او متضايقة او وقعتي وانت طالعة او فهي نفس الفكرة دي بالظبط. طيب قولي لي، انا دايما بهتم قوي بالمنتل هيلث او الصحه النفسيه بتاعت الناس، وبشوف ان الفن عامه بكل اشكاله بقى بيعبر قوي عن اللي جوه البني ادم، يعني بالذات ممكن تبقى اوقات صعبه، طبعا في الاوقات الكويسه كمان، بس قصدي اوقات الصعب بالذات لما الواحد بيبقى عايز يعبر. انا شخصيا بحب اقعد اكتب لما ببقى متضايقه، بحب اقعد اطلع كل اللي جوايا كده. قولي لي كلميني عن
سكريبتك وعن برضو انا عارفه انت بتعملي ورك شوبس للناس، فايه التعليقات او الفيدباك اللي بيجيلك؟ من ناحية ان انا بعبر يعني عن الفن وازاي بيساعد البني ادمين في التعبير. هو يعني اعتقد انه اي نوع من انواع التعبير الفني، سواء رسم، كتابة، موسيقى، وغيره، هو نوع من انواع ان انت بتطلع اللي جواك، يعني سواء حاجة سلبية او حاجة ايجابية. فانا بالنسبة لي مثلا انا مش شاطرة قوي في الكلام، انا ماليش في الموسيقى خالص، حاولت بس فشلت. آه، فطول عمري لما ببقى عايزة اكسبرس بشخبط. يعني واحدة بواحدة لما بقى عندي شوية سكيلز ان انا ارسم احسن، الون احسن، الكلام ده كله، فبقى يطلع مني حاجة مفهومة اكتر. يعني انا بالنسبة لي مثلا، خصوصا مع الاحداث اللي بتحصل دلوقتي، اللي بيحصل دلوقتي ده من اصعب الحاجات اللي انا يعني شفتها في حياتي. من جميع الجوانب، ما شفتش حاجة بالسلبية انت دي. قصدك في غزه؟ يعني مثلا دي من الحاجات اللي انا دلوقتي واحدة قاعدة يعني عمالة اشوف قدامي على التليفون مجازر، ومش عارفة اعمل ايه. فبالنسبة لي انه عايزة اوثق حاجة، عايزة اساعد بأي طريقة، عايزة اوعي، عندي منصة وعندي متابعين. فكان الطريقة الوحيدة اللي انا اقدر اتكلم بيها، انا مش هعرف اتكلم، فان انا هرسم، هطلع ده في رسمة، هوعي الناس بان انا مثلا اوثق حد معين كان رسالته مهمة او عمل حاجة مهمة في الاحداث هناك على الارض هناك، او اخلد ذكرى لحد فقدناه. فده بالنسبة لي هو أنا بطلعه كده، ما أقدرش أتكلم عنه، ومهما شيرت فمش كلامي، هو بشير حاجة بتاع كلام حد تاني. فده كانت هي دي طريقتي. على قد ما هي بتخرج اللي جوايا، لكن برضو هي مرهقة جدا نفسيا، لأن أنا بفضل أبص في ملامح هذا الشخص لساعات وأيام لحد ما أخلص الرسمة أو البيس، وبقعد أدور عليه في زوايا مختلفة وإضاءات مختلفة وتعابير وش مختلفة، وببقى بحاول إن أنا أفصل نفسي إنه الشخص ده مش موجود معانا دلوقتي، خلاص فقدناه. فبيبقى فيه على قد ما هي في الآخر لما بخلصها بحس إن أنا طلعت كل جوايا، لكن في البروسيس نفسها ساعات باخد مثلا كام يوم مش قادرة، لا خلاص هقفلها واركنها شوية وهرجع لها تاني، مش قادرة. فهي حاجة ميزة وعيب، يعني زي أعتقد برضو الكتابة بتبقى بتخرج اللي جواكي بس بتعيشك في الحالة. بالظبط، هي نفس الحكاية. فدي بالنسبة لي حاجة مهمة قوي. بالنسبة للورش، أنا في الورش الأول أنا بدأت ورش ألوان مائية. أنا لما بدأت أصلا رسم كان ألوان مية، وبعدين لما دخلت أكتر في مجال الديجيتال بينتينج أو الرسم الرقمي، بقيت أعمل ورش للتعليم بروكرييت، اللي هو البرنامج اللي برسم عليه رقميا. كان دايما عندي الكونسبت بتاع الورشة ان هي مش ورشة هاجي ساعتين 3 هتعلم حاجة وامشي، لا انا كنت عاملاها ك experience، تجربة كاملة. فلما يعني الحمد لله بقى عندي مكاني، لما جيت صممت المكان وزوقت المكان وفرشت المكان والكلام انا ده بحب كله. المكان، انا بتابعك على السوشيال ميديا، بحب المكان بتاعك ده قوي. انا اكتشفت اصلا ان الموضوع ده فيا لما المكان بقى معايا، يعني لان قبل كده ما كانش عندي مكان استوديو او مكان بتشتغلي فيه. الاستوديو بتاعي هو كورتيارد 66. انا لما بقى معايا سبيس لقيت نفسي ان انا عندي الحته دي، يعني كل بقى حاجات اكتشفتي نفسك. انا اكتشفت ده في نفسي من وقتها، الكلام ده كان من 3 سنين تقريبا. فكنت حابة ان الناس لما تيجي تحضر الورشة هي تبقى عامة ويك اند، يعني احنا بنقضي ويك اند مع بعض، ان هم ييجوا يلاقوا المكان مرحب بيهم، أكل جميل، موسيقى حلوة، ريحة المكان، زرع، نباتات، فهم يحسوا إن هم مش جايين يتعلموا يعني يمسكوا الفرشة إزاي ولا يدوسوا على زرار إيه على برنامج إيه، لا هم جايين يقضوا ويك أند كده يفصلوا فيه، تعرفوا على بعض، يبقى مود لذيذ، تعمل زي ريتريت شوية. أنا بقول عليه ارت ريتريت بس unofficial، يعني لأن هو مش ريتريت قوي، إن هم مش بايتين معانا، بس هم بيجوا كده ال 12 ساعة دول على يومين بيفصلوا. يعني أنا يعني خلال بقى ال3 سنين اللي فاتوا في عملت ورش كتير، فبلاقي ناس جاية من فئة عمرية مختلفة، فئات عمرية مختلفة، اللي لسه في المدرسة، اللي مخلف وولاده مخلفين يعني ما بين ال16 سنة لل60 سنة،
وكل واحد من خلفية مختلفة، اللي دارس حاجات فنية، اللي عمره ما مسك فرشة ولا قلم أصلا، اللي عايز يتعلم علشان شغله، اللي عايز يتعلم علشان عايز يتعلم حاجة جديدة. فبيبقى ميكس كده ناس مع بعض، مفيش فيهم حاجة in common. وفي ناس بتبقى دارسة أصلا حاجات فنية لكن ما عداش عليهم ده، فبيبقوا عايزين يكسباندوا فضول او فضول يعني عايزين يجربوا حاجه. فلما بلاقي يعني عن تجربة الناس لما بتحضر ورش، خصوصا لو هي بره الأكاديمي، يعني هي حاجة هم مختارين ان هم عايزين يجوا يتعلموها، بيبقى الشغف عندهم والصبر وان هم عايزين يتعلموا غير خالص لو انت بتدرس. فده كورس معدي عليك لازم تفهمه وتذاكره وتنجح فيه عشان تجيب التقدير وتتخرج. لكن دول لا الشغف ده حاجة تانية خالص. دول بيبقوا جايين بمنتاليتي ونفسيا حاجة تانية خالص، يعني كلها متشجعين وعايزين يعرفوا والكلام ده كله. زائد برضو في حتة شوية، يعني أنا مش عايزاها تبان إن هي يعني إيجو أو حاجة، بس في ناس بتبقى عايزة تتعرف برضو عليا، ودي حاجة بتخليني مبسوطة ان هم يعني شافوا اللي انا بعمله على السوشيال ميديا، عشان انا برضو بعمل محتوى. انت بتعملي حاجات كتيرة لذيذة، وشافوا المكان وشافوا الحاجات اللي انا هعلمها، فبيبقوا عايزين يجوا يخوضوا التجربة معايا. فدي حاجة بالنسبة لي طبعا، يعني أنا very يعني humbled، وببقى قمة السعادة. أنا بحس إنه يعني اللي أنا عملته على السوشيال ميديا ده لمس حد لدرجة إنه هو فعلا قام وجه. يعني دي بالنسبة لي ما كنتش أتوقعها، يعني لو حد سألني من 4-5 سنين حاجة زي كده أقدر أعملها، لا ما كنتش أتوقعها. فبيبقى نفسيا كلنا مع بعض it's a positive يعني experience. وفي ناس فعلا بتبقى، يعني حصل قبل كده كان في طالبة كانت جوزها هو اللي حجز لها علشان هي فقدت أمها، فهي نفسيا كانت حالتها طبعا صعبة. فهو كان عايز يغير المود يعني، وشاف من على السوشيال ميديا المكان واللي احنا بنعمله كده، فهو تواصل معايا وقال لي أنا عايز ده لمراتي، وحكالي ظروفها والكلام ده. وهي فعلا لما جت الحمد لله اتبسطت، ولسه لحد دلوقتي احنا ممكن نكون على تواصل. فببقى مبسوطة انه هي مش بس جت تتعلم ازاي تلون بالألوان، لا هي جت فعلا علشان تغير مود، علشان ثيرابي. هو نوع من انواع العلاج. انا بشوف انه هو نوع من انواع العلاج. يعني انا ما اقدرش اقول كده ثيرابي لان انا مش يعني مش في لا المجال. لا انا فاهمه، ما انت اكيد مش ثيرابيست يعني، بس قصدي هو النوع ده من الريتريتس او من الورشات او من الفن ممكن يبقى نوع من انواع الثيرابي، نوع من انواع الثيرابي، من انواع الطريقه اللي بتخرجي بيها المشاعر السلبيه من جواكي. ما هي الثيرابي هي دي، انت بتخرجي المشاعر السلبيه من جواكي يعني. مظبوط. اي حد ممكن يتعلم الرسم في رايك؟ بجد يعني مش لازم يبقى موهوب بقى، دايما يقولوا لنا بقى لازم وانت صغير وتبقى موهوب وقصه دي. انا شايفه ان الرسم مهاره، يعني انت بتكتسبها بالممارسه وبالشغف، وبانك مستعد انك تخصص لها وقت في حياتك، زي الرياضه، زي الموسيقى، زي اي حاجه الواحد بيتعلمها وهو حابب انه يتعلمها، بيتعلمها وهو عنده شغف انه يدور ويسعى انه يتعلمها ازاي، يدور على المعلومه، يدور ويمارسها، يعني لازم كل يوم يقعد يمارسها. هي زيها زي اي حاجه تانية. انا بالنسبه لي فكرة ان هي موهبة، في ناس بتبقى موهوبة فعلا، في ناس بتتولد معاها الموهبة دي، عندها مثلا نظرتها للحاجة حواليها بتساعدها ان هي تحطها على الورقة، وخيال بقى. لكن لو حد ما عندوش الموهبة وعايز يتعلم ممكن يتعلم. لان دلوقتي الادوات متوفرة في كل حتة، المعلومة متوفرة اونلاين في كل حتة، واللي عايز يخصص لها الوقت ويمارسها هيتطور زي اي حاجة، هي عضلة انت بتمرنها. انا سيلف توت، انا ما درستش، ما انا كل اللي عندي ده انا كنت بحب الرسم من وانا صغير، بحب اقلد وبحب ارسم شخص ميكي وابطال الديجيتال وبوكيمون، الحاجات دي كلها وانا صغيره كنت بقعد ارسمها. لكن لما كنت عايزه اتعلم بجد، الكلام ده كان في 2016، كنت خلاص يعني كبرت وبشتغل وكده، لكن كنت عايزه بقى اتعلم حاجه معينه، وكانت بدات بالوان الميه، دخلت على اونلاين بقى يوتيوب توتوريالز ودور وكورسات اونلاين والكلام ده كل لحد ما اتعلمت اللي انا عايزه اتعلمه. طورتي من نفسك، كل الناس بتطور من، يعني انا بحب قوي الناس بتتكلم كمان على ان هم بيطوروا من نفسهم، مش بيقفوا في نفس المكان يعني. طب اوصفي لي نفسك بقى بكلمه واحده. كلمه واحده؟ انا عارفه ان هي صعبه، بس عشان الواحد ممكن يقعد يوصف نفسه بجمل كتير، ورحت وعملت وطلعت ونزلت، بس هي كلمه واحده دي بتبقى
لا كلمة واحدة صعبة. طب ممكن كلمة إيجابية وكلمة سلبية. ماشي اوكي. طيب كلمة إيجابية ممكن أقول مثابرة persistent. اوكي. كلمة سلبية عنيدة. لو هم شبه بعض على فكرة كلمتين somehow يعني تحسي يعني ان هم يعني وجهين لعملة واحدة كده شوية. أو ممكن خلاص خليني أغيرها. لا عادي خليها. السلف داوت، الشك في النفس برضو دي من الحاجات السلبية اللي فيها. حبيت ان انتي ما قلتيش بس الايجابي، ان انتي قلتي ايجابي وسلبي. كلمة واحدة ما مش لاقي كلمة تقول الاثنين، فكان لازم كلمة كده وكلمة كده. مش عارفة اقول ان انا بس ايجابية ولا انا سلبية، لا فيا كل حاجة. بتقري او بتعملي اي جورنالينج؟ انت قلتي ما بتكتبيش. لا انا في الكتابة يعني اخري لما هكتب كابشن في السوشيال ميديا دي اخري في الكتابة، او بشير ستوري او حاجة، لكن لا برسم ما بكتبش. ويعني أكن احترام كبير جدا لأي حد بيكتب وعنده الملكة والباشن دي، لأن هي حاجة بالنسبة لي أنا كنوران صعبة. أنا بالنسبة لي بشايفها صعبة زي لما بيبقى شايفني برسم مثلا، دي حاجة لا صعبة. برضو أنا برضو بالنسبة لي رسم حاجة صعبة قوي. لا ولا حتى يعني حتى كمان القراية بالنسبة لي، أنا جات فترة كنت بقرأ كتير. أنا بحب الروايات والحاجات الخيالية طبيعي طبعا يعني. ده اللي جه في بالي. يعني أنا لما أجي أقرأ قصة خيالية، حاجة بقى أسرح فيها. فحتى كمان القراية مؤخرا ما بقتش كتير زي الأول، أو يمكن لو بقرا حاجة كتب فنية مثلا، حاجات ريليتد لشغلك. يعني ده يمكن مع الوقت ومع زنقة الوقت، فبقى بالنسبة لي الوقت اللي مسموح لي إني أقرا حاجة، فبقى عايزاها حاجة ليها علاقة باللي أنا عايزة أتعلمه. اوكي. حاجة يعني I'm not proud صح، متضايقة. لا اوكي يعني كل واحد ليه الجيرني بتاعته ليه. بس انا يعني بحب اسال السؤال ده لاني انا يعني برضه انا عايزه اشجع الناس ان هي تقرا اكتر. اكيد يعني لان انا بشوف حتى عارفه ايه، حتى لو بتقري ارتكل، حتى لو بتقري مش لازم تبقي قاعده بتقري كتاب. يعني حتى لو داخله بتقري حاجه بسيطه، بس القرايه في حد ذاتها مفيده جدا جدا. وبقى في طرق كتير قوي كمان للقرايه، بقى في اوديو بوكس. الاوديو بوكس بس مش عارفه ليه دايما بحس ان الاوديو بوكس انا بغش مش بقرا. حاسه يعني دي مش قرايه. انت فين القرايه يا جماعه؟ فين الكتاب والورقه كده وتشمي ريحته كده يعني بحس الاوديو بوك هي فعلا بس هو مفيد. عارفه في ايه؟ مثلا تكوني عندك مشاوير، تكوني مشغوله، زي تكوني بترسمي، بس طبعا ممكن يكون الرسم اوديو بوكس مش الطف حاجه معاه. لكن انا بشوف الاوديو بوكس مفيده جدا، حتى لو مش حاجه بس بعض الافكار يعني. صح. طيب نوران، انا انبسطت جدا النهارده، ميرسي قوي ان انت قبلتي الدعوه. انا شكرا على الدعوه. ثانك يو. تابعوا الاوديو على منصات البودكاست، وتابعوني على اليوتيوب، ومستنيه رايكم.